السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الكرام. اليوم صدفة دشيت هذا اسم المكتبة وحصلت لاعب فريق الفهد. توقعاتك ليوم الجمعة؟ ان شاء الله. والله توقعاتي مثل ما نقول هذه مباراة ما تقدر تقيمها في التوقعات. بس نعم. نقول ان شاء الله حالهم بياخذ ويا فريق بدر الفهد المباراة. فريق التحالف تعرف فريق قوي ما يستهان فيه، جاي من بطولة وماخذ متوج في البطولة. ما شاء الله. ان شاء الله هو بعد انه يقابل فريق يعني تعرف مزع منها هذه البطولة. ان شاء الله مثل ما تقول الفوز حليفكم. الفوز حليف. معظم لاعبين فريق التحالف يقول البطولة حلهم، شو انت تقول؟ والله انت بتحصل كلام من لاعبين هم يقولوا ان ليها بياخذوها البطوله بياخذوها، لكن احنا ما اتحاد ولا شيء، بس نقول ان شاء الله في المستطيل الاخضر هناك ان شاء الله يحكم كل شيء ان شاء الله. بس انا ما اعرف يا اخي جمهور التحالف، انا باكر ان شاء الله بمر صوبكم صوب الملعب اذا كنتوا تتمرنون في الملعب، واسوي لقاءات عندكم وبنشوف التحالف ولا بدر الفهد. اللي يفوز نقول له مبروك، واللي ينهزم نقول له هارد لك. اكيد احنا اهم شيء لها سموها هذا كره قدم، فيها خساره وفوز، واهم شيء تكون الروح الرياضيه موجوده في ارضيه الملعب. نعم. ان شاء الله احنا نتمنى لفريق بدر الفهد التوفيق ان شاء الله. بالنسبة لمحمد صالح أبو صالح، كيف وين إعرابه في البطولة؟ ما متواجد، شو ما موجود في الدوام وإيش يعني؟ والله كان محمد صالح ابو صالح نسبة انه كان هو في كل فترة كان دوام. ان شاء الله في النهاية بيكون موجود، يجي ويآزر ان شاء الله جيران فريق بدر الفهد. أكيد ان شاء الله. ونقول إحنا الملتقى متى؟ يوم الجمعة ان شاء يوم الله. الجمعة. فتابعونا يوم الجمعة إن شاء الله في تغطية خاصة في ملعب فريق بدر الفهد. إن شاء الله تكون تغطية مناسبة جدا. الله يحفظكم، بارك الله فيك. بالتوفيق للفريقين ان شاء الله. وبالتوفيق للفريقين. طبعا الحين معنا اللاعب الخلوق، طبعا صاحب الإمكانيات اللي هو اسماعيل اسماعيل الهاشم. شو تقول عن مباراة يوم الجمعة بين بدر الفهد والتحالف؟ عفوا زين بالنسبه للالوان حاول نخلي فيها وايد الوان. شو تقول؟ قول تكلم هني عندهم لون النسر. وش تقول؟ من بيفوز؟ الفهد. بدر الفهد. من تشجع انت؟ مرة؟ والتحالف؟ ها؟ طبعا اسماعيل قال بدر الفهد بيفوز. نشوف توقعاتها. توقع ان شاء الله. المرجح من؟ المرجح بيفوز من؟ يقول بدر الفهد. عدتها 3 مرات قال بدر الفهد.